السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونبدا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزين ننظف المرتبه، عايزين ننظف السجاده، عايزين ننظف اي حاجه في البيت برغوه فقط، او من غير ما نشيل الحاجه من مكانها، او من غير ما نتعب بمعنى اصح. عندنا منظف المفروشات مع مزيل البقع، واظن ان احنا عندنا اكتر من 500 الف ريفيو على منظف المفروشات مع مزيل البقع. طيب، هنتكلم النهاردة امتى استخدم المفروشات لوحده، امتى استخدم المفروشات مع البقع، امتى استخدم البقع بس، امتى ممكن استخدم كمان المبيض لو عندي مبيض وما عنديش مفروشات. تعالوا كده نبدأ ونشوف اول حاجة المفروشات فقط بنستخدمه في ايه. طيب، انا عندي سجادة الوانها مش فاتحة جدا، فما فيهاش بقع كتيرة، فالبقع خفيفة جدا، فتقدر ان المفروشات، منظف المفروشات بالرغوة فقط يقدر انه يطلع البقعة دي. فابتدي ان انا اجيب فنجان او كوبايه مفروشات على كوبايه ميه، وابتدي ارغي واخد الرغوه فقط، وبسبونشه او بفرشه، وابتدي ادعك السجاده اللي عندي دي، ادعك البقع اللي فيها وادعكها كلها كده بالفرشه. وانا بستخدم الفرشه احسن في السجاد بالذات، لان بتديها رونق كده واكنك غسلاها. هجيب حتة مبلولة امسح بيها لو انا عايزة ان انا اشيل لو في رغاوي او حاجة، بس هي مش هتكون في رغاوي، وبعدها حتة ناشفة انشف بيها. تمام. انا بصراحة بدعكها بالفرشة فقط، ما بحتاجش حاجة. وانا لسه حتى النهاردة كنت عاملة سجادة كده بالطريقة دي، فتحت عليها المروحة 10 دقايق، واحنا في ايام الشتاء اهو، يعني انا بسجل لكم الفيديوهات يعني تكاد تكون اسبوعية، يعني يكون بس فرق بين ان الفيديو بيتعرض اسبوع بس. فاحنا في ايام شتوية، يعني مش في ايام صيفية ولا حاجة. 10 دقايق تحت المروحة ما بتلقيش حاجة. طب استخدمه امتى تاني؟ برضو لما يكون عندي ركنة برضو الوانها مش فاتحة قوي، فما عليهاش بقع كبيرة او بقع قوية، مثلا بقع شوكولاتة، بقع مثلا رمان، بقع قوية جدا، فمش هحتاج مزيل البقع. احتاج بقى مزيل البقع امتى؟ لما يكون عندي بقعة دم، بقعة شوكولاتة، بقعة مثلا اتساخ شديد جدا، فاحتاج ان انا اخد فنجان ميه على فنجان مفروشات على غطا او غطيين من المزيل بتاع البقع، وارغي واخد الرغوه فقط ادعك بيها. بس هنا هدعك بسبونشه، الاحسن ان هنا ادعك بسبونشه. ليه بقى؟ السبونشه هقدر اتحكم فيها كده في الفرش بتاع الانتريه، في الفرش بتاع الركنه، في الفرش بتاع الفرش اللي هو بتاع المفروشات، غير لما بيكون في الارض سجاده تقدري تدعكي بالفرشه بتبقى قويه. لكن على الانتريه الركنه بتبقى بالراحه، بتبقي مش قادره انك تدعكي جامد. تمام. تمام. فهناخد بقى زي ما انا ما قلت لك كده، ودي بقى تبقى انت لازم مضطره ان انت تجيبي حته مبلوله تمسحي بيها، لان الرغوه بتبقى عامله شويه. تمام. تمسحي بيها، وبعدين تجيبي حته ناشفه تنشفي بيها، وتحت المروحه برضو 10 دقايق، وبتسيبيها تنشف. تمام. انا عندي الركنه برضو متبهدله وعايزه اعملها. لو عملتها اليومين الجايين دول او الاسبوع ده ان شاء الله هصورها لكم بفيديو، فتنزل لكم الاسبوع اللي بعده ان شاء الله. ايه بقى اللي مثلا ان انا ابقى مضطره ان انا احط البقع مباشر، بعدين اضطر ان انا ادعك بالمفروشات. لما يكون بقى مرتبه، بصي الحاجه انا ليه بقول غامق فالبقع قليله، فاتح فالبقع شديدة قوية. يعني مثلا حاجة عندي انتريه بيج، عندي ركن كافيه، عندي مرتبة، فهتبقى لونها ابيض او اوف وايت. تمام. فالبقعة طبعا بتبقع جامد، بتبقى باينة جدا. ده ساعتها بقى انا لو بقعة دم، بقعة مثلا بيبي من اطفال او حاجة قوية ونشفت وبقالها فترة، يبقى انا احط مباشر غطا من المزيل البقع على البقعة مباشر، وما خافش ما اقلقش، مش هيحصل اي حاجة باذنك يا رب ان شاء الله، باذن الله ما فيش اي ضرر، المنتجات امنة جدا. هتحطي الغطا ده مباشر، وهتاخدي الرغوة تكوني برضو عاملة رغوة بقى، تكوني في اليوم ده عاملة حملة نظافة بقى، عشان ما يعني اصل
كوبايه ميه على كوبايه مفروشات بتقعد معاكي وبترغب، بتفضل معاكي الرغوه كتيره جدا. فما ترميش الميه دي، الميه دي لازم تستغليها. ده انت الميه دي لو اتبقت منك وانت غسلتي هي بتفضل نظيفه، تاخديها تدلقيها في الغساله تغسلي بيها حاجه، لان الريحه تحفه. خلينا في المرتبه وناخد الرغوه اللي احنا عاملينها مفروشات على بقع على ميه، وناخد الرغوه بس على ايه الغطا اللي انا دلقته على المرتبه، وادعك واشوف اللمعان هتبرق. طب انا دلوقتي يا مدام دعاء ما عنديش في البيت اصلا غير شويه مبيض، وده اللي حصل معايا انا بقى الصبح، ما عنديش غير شويه مبيض بتاع المفروشات مش موجود في المحل ولا في المخزن، ما عنديش اي حاجه مثلا ليها علاقه بالمفروشات، او انا ست بخيله زي ما بقول لكم كل مره ما برضاش افتح عندي الصراحه. بس انا بكسل ان انا انزل من فوق لتحت مثلا في المخزن عشان اجيب لي مثلا عبوه مفروشات فاللي مفتوح قدام مني وسهل ان انا اخد منه شويه مبيض. رحت جايه حاطه شويه مبيض في شويه ميه دافيه، ورحت جايه طبعا مش هيبقى فيه رغوه، انا عايزه اعمل سجاده. السجاده بايظه وانا عايزه اعملها، عايزه انضفها وعايزاها احطها تنشف عشان لما اجي مثلا اروق وامسح تكون السجاده نظيفه وزي الفل. رحت جايبه شويه مبيض بشويه ميه والله العظيم وعامله السجاده تك تك بالفرشه مش قادره اقولك. كان عندي فرش بصراحة، يعني اللي بدأت بيه اللي خلاني شجعني ان انا اعمل السجادة ان انا عندي فرش بتاع المرتبة عايزة اعمله، فعملته بالمبيض. انا بالنسبة لي المبيض في المرتبة واو واو واو، وجربته معاكم في فيديو بتاع صغننة كده من قماشة المرتبة. تمام. فانا الصراحة رحت الصبح بدري، رحت غسلة المرتبة كده بالفرشة كمان، مش لا بالسبونشة يا ربي، عشان قلت لكم انا اي حاجة يعني فرش الفرشة بتقطعه، لكن الليفة السبونشة انا حتى صورت قبل وهصور بعد ان شاء الله لما تنشف ان شاء الله. انا طبعا انا رحت الشغل عملتها بدري الساعة 6 الصبح، ورحت الشغل وشغلت لها المروحه هي والسجاده، فاتبقت شويه ميه فيهم مبيض لسه نضاف وحلوين، ليه ما اجيبش الفرشه بقى واشتغل بيهم بقى. رحت جايه مستغله، ما انا هستغلهم لحد اخر قطره، ورحت جايه تك 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 عامله السجاده وحطاهم كده هوت على راس الانتريه كده، فرده دي شويه ودي شويه، ومولعه المروحه وسايباهم اللي يصحى بقى يبقى يطفي عليهم المروحه، هما في الصاله يعني مش بره. يعني من الاخر اللي عنده حاجة وعايز يستفاد منها وعايز يطلع منها باقصى نتيجة او باكبر نتيجة ممكنة هيقدر ان هو يطلع منها. تخيلوا ان انا عامله لكم ريفيو بقاهر الدهون على بنطلون كان عليه شحم، او الشكمان بتاع العربية طلع زيت كده زي زيت زي شحم على الترنج بتاع جوزي. فرحت ما كانش عندي مزيل بقع، او انا مش فاتحه مزيل بقع وانا بخيله زي ما انتم عارفين، فرحت رشه قاهر الدهون ودعكه. بسم الله ما شاء الله. هوريكم الريفيو ده وهعمله لكم، هصوره لكم يعني وانزله لكم عشان تشوفوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله.